السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسلية صباحك فل وورد مساءك. لو ما تعرفنيش وأول مرة لسه تتابعني، أنا أخوك في الله السعداوي، وأنا هنا بشرح كتب بالتفصيل اللي مش ممل. وشرحنا قبل كده كتاب العادات الذرية، وده من أهم الكتب لو أنت عاوز تطور من نفسك. ومش هطول عليك وهسيب لك الرابط تحت. ومعانا النهاردة كتاب خروج عن النص للدكتور محمد طه، الطبيب النفسي والمدرس الجامعي. حلقة جديدة مهمة، تابع معايا. كل واحد فينا بيتولد عنده احتياجات نفسية بسيطة جدا. احتياج انك تتقبل، احتياج انك تحترم، احتياج انك تتحب، واحتياج انك يهتم بيك وان حد يحس بيك ويقدرك. وبتكون وظيفة الاب والام الاساسية في فترة التربية هي تلبية الاحتياجات دي بشكل مناسب وقدر كافي عشان يحصل النمو النفسي السليم وتكتمل الصحة النفسية. لكن في الحقيقة مش ده اللي بيحصل دايما. الطفل عادة بيكتشف أثناء تربيته إنه عشان تتم تلبية احتياجاته الأساسية لازم يكون في مقابل. بمعنى الكلام اللي تقريبا كلنا سمعناه واحنا صغيرين: اشرب اللبن عشان ربنا يحب، اسمع الكلام عشان احب، انت بنت حلوه، كوتي كوتي كوتي. في الاخر يقول لك الواد طلع عبيط ليه، ويخلي الواد يسلم على عمه اللي دقنه بيتشوك واللي هو اصلا مش طايقه بالعافيه. فيتحول الحب عند الطفل لحب مشروط: لو عملت كذا هحبك، ولو ما عملتش كذا مش هحبك. ويتحول القبول لقبول مشروط، والاحترام لاحترام مشروط، وهكذا بقى كل حاجة بشرط وكل حاجة بمقابل. فيعمل ايه بقى الطفل الغلبان عشان يتحب ويتقبل ويتحس بيه؟ يعمل حاجة صعبة جدا، يضطر ان هو يدفع الثمن، يضطر ان هو ما يبقاش نفسه، ويضطر ان هو يبقى زي ما هم عاوزين لانه شديد الاحتياج. والنظريات والابحاث بتقول ان الطفل في سن 5 سنين بيعمل عملية تجميل لنفسه. عملية تجميل عشان يناسب الوضع اللي هو فيه، يعني يعدل نفسه ويظبطها على مقاس اللي حواليه. عاوزينه يبقى كذا يبقى كذا عشان يوصلوا منهم بعض الحب والاهتمام وشوية احترام كده وتقدير لاحتياجاته. ويقرر الطفل في السن ده انه ما يكونش نفسه اللي اتولد بيها، ويكون النفس اللي هم يطلبوها منه. فيسمع الكلام وما يقولش لا عشان ما يوجعش دماغهم، وعشان طبعا المحترم ما بيقولش لا. عاوزينه يحفظ الدروس ويجيب الدرجات النهائية على حساب لعبه وطفولته، وماله. عاوزينه يطلع اول جمهورية في الثانوية العامة ويحقق طموحاتهم واحلامهم. حاضر. وده طبعا بعد كتير من المقاومة والصراع اللي انتهى بالاستسلام. ويقرر الطفل بكل بساطة انه يشوه نفسه لحساب الاخرين عشان يرضيهم. يقرر يتكيف مع الوضع المفروض عليه عشان يحمي نفسه من الاذى النفسي، بل واحيانا الاذى الجسدي، ويدفن نفسه الحقيقية ويعيش بنفس مزيفة مصطنعة. وتفضل نفسه الحقيقية حية لكنها كامنة ومستخبية جواه، ومستنية بس تطمن وتتونس عشان تخرج للحياة من جديد. مين فينا ما تعملش معاه كده؟ ومثال على كده، مثال ايه؟ أمثلة. عارف انت الطفل الهادي اللي بيمشي في حاله ووشه في الأرض وما بيقولش لأي حد لأ على أي حاجة، اللي بيقولوا عليه مؤدب ومحترم، ده ممكن يكون دفن ايه؟ ممكن يكون دفن طفولته الحقيقية وتلقائيتها وحريتها وقدرتها على الاعتراض والمواجهة وأخذ الحق، وطلع مكانها كائن مسالم مستسلم ما عندوش أي شخصية، والناس تغلط فيه وتتعدى عليه وتتعدى الحدود اللي هي أصلا مش عنده عشان ما عرفش يبنيها وهو صغير. باختصار كده بيبقى ملطشة للي رايح واللي جاي، وهو ما بيعرفش يرد على حد لأن هو من صغره اتربى على كده، اتربى على انه ما يقولش لا، اتربى ان هو ما يعليش صوته وما يردش وما يعرفش ياخد حقه. والمشكلة هنا انه لما بيكبر بيفضل على كده. فمن شاب على شيء شاب عليه. طب عارف انت الطالب اللي ما بيعرفش غير المذاكرة وهدفه الوحيد ان هو يبقى الاول على العالم، اللي ما بيعرفش يلعب ولا يهزر ولا يخرج مع حد، ولو خرج بيخرج للمكتبة؟ الشاب اللي علاقته بالكتاب ممكن تكون اهم من علاقته بنفسه. ممكن يكون دفن ايه؟ ممكن يكون دفن حيوية وابداع وخرج مكانهم بني ادم مطفي خافت. طب عارف انت البنت اللي بتلمع زي الدهب الفالصو كده؟ البنت اللي بتبالغ في اظهار مفاتنها بلبسها الضيق والمكياج وضحكه هنا ونظره هناك، وكل يوم تلعب بواحد وكل يوم تعيش قصه حب جديده. البنت دي في الغالب دفنت انوثتها الحقيقيه اللي مليانه حب وعطاء وحنان وحياء، وطلع مكانها انوثه مزيفه مليانه الوان وبهرجه وميوعه وسطحيه. طب عارف الراجل اللي شكله خشن قوي وما يعرفش غير الشخط والنطر، اللي بيستقوى على اللي ملوش حيله ويفتري عليه ويمد ايده او لسانه على القريب والبعيد؟ ده غالبا دفن رجولته الحقيقيه اللي كلها شهامه وجدعنه واستبدلها برجوله مزيفه كلها غرور واستعراض قوه. شوف بقى اللي دفن مشاعره وتحول لآلة مش بتحس، واللي دفن تفكيره رغم ارتفاع معدل ذكائه، واللي دفن ابداعه، واللي دفن. عارف ايه بقى اكبر مشكله وسط كل ده؟ اكبر من الدفن نفسه. المشكله ان بعض المجتمعات والبيوت والعائلات بتشجع ابنائها على دفن الاجزاء المهمه دي من انفسهم عشان يعرفوا يعيشوا في البيوت والمجتمعات دي. مش بس كده، دول بيسقفوا لهم ويكرموهم لما يعملوا
كده، انت متخيل؟ يعني بيوتنا بتشجع جدا الطفل الهادي المسالم اللي ما بيقولش لا، اللي زي النسمة، واللي بيشرب اللبن عشان ابوه وامه يرضوا عنه. ومدارسنا الجميلة وتعليمنا الابداعي بيحبوا جدا الطالب الحفيظ اللي بيحفظ الكتاب من الجلدة للجلدة ويبخ كل الاجابات اللي عنده مجرد ما يشوف ورقة الامتحان، ويغرق في شبر مية لو جه سؤال بره المنهج المقدم. والتلفزيونات والمسلسلات والسوشيال ميديا اللي بيتفننوا بنشر الانوثة المزيفة بكل تفاصيلها. انت ليه مدارية الجمال ده كله؟ ما تستمتع بجمالك. استهدر الله وبالله هدوم. طبعا كل ده كوم، ونظرة المجتمع للرجولة كوم تاني. الراجل يعني صوت عالي ومفيش راجل بيعيط، راجل يعني نظرة قاسية، يعني عنف وعضلات، وكل ده طبقات من التشوه ومستويات من الدفن. تعرف ايه بقى اللي يخلي النفس الحقيقية تقرر ترجع للحياة من جديد؟ ايه اللي يخليني ابقى انسان حقيقي كامل عايش بنفس حقيقية بدون تشوه او اختزال او انتقاص؟ اقول لك عسلية، اللي يقدر يعمل كل ده هو علاقة. ومش قصدي هنا العلاقة اللي المسلسلات والسوشيال ميديا بيروجوا لها بين ولد وبنت وبيضحكوا على نفسهم ويقولوا احنا اصحاب عادي، لان مفيش حاجة في ديننا اسمها صحوبية بين ولد وبنت، فما نضحكش على نفسنا. وقال الله تعالى في سورة النساء: ولا متخذات أخدان. والأخدان هنا اللي هي الصحوبية يعني بين الولد والبنت، ولا حتى علاقة الحب اللي بين اتنين هو وعدها ان هو يتجوزها وهي وعدها ان هي هتستناه، وخلاص اختاروا اسامي العيال وحبيبي يا ابو ادم وحبيبتي يا ام شخة والقرف ده كله. انا قصدي هنا علاقة بجد زي مراتك، او ممكن يكون علاقتك بواحد صاحبك او شيخ، او تكون علاقة علاجية مع دكتور نفسي. المهم تكون علاقة حقيقية توصل فيها رسائل غير كل الرسائل المشوهة اللي وصلت لك وانت بتتربى وبتتعلم، واي تجربة سابقة مؤذية. علاقة يوصلك فيها حب غير مشروط، حب ما يتغيرش بتغير حالاتك. علاقة يوصلك فيها انك مقبول كلك على بعضك كده زي ما انت، بضعفك احيانا وعجزك ساعات وفشلك بعد مرة، حتى مع عدم الموافقة على بعض افعالك وتصرفاتك. علاقة يوصلك فيها ان اللي قدامك بيهتم بيك لحسابك انت مش لحسابه، وعشانك مش عشانه، وانه مش شايف حد تاني فيك. علاقة تحس فيها انك موجود ومتقدر ووجودك فارق، وانك مش مضطر تدفع اي تمن عشان ترضي اي حد. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. فلو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، واعمل شير واكسب ثواب في نشر الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.